السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ طبعا اليوم راح اسوي لكم سلطة القرنابيط بالثوم، طريقة جديدة وطعمها روعة. وهاي المكونات تقدرون تغيرون بيهن اذا ما تحبوها يعني، بس هي كلش طيبة. عندي هنا قرنابيط، يعني مقدار تقريبا ربع كيلو. هذا فلسناه هيجي، سويناه يعني قطع صغار. عندنا خيارة واحدة برشناها، وعندنا ثوم حسب رغبتكم قطعناه مربعات صغار. وعندنا الملح ونص ليمونة هذا. وعندنا هذا الجزر، طبعا هذا الجزر مال طرشي عندي. اذا عندكم ما مو طرشي عادي ماكو مشكلة، بس هذا كلش طيب. هذا مخلل بالطرشي، وهذا فلفل مخلل بالمال طرشي. هم فلفل حسب رغبتكم. عندنا طماطة واحدة صرناها، وخرنا الماي مالتها وخلينا هاي القشور مالتها، خلطناها بالخلاط. هاي شوفوا، يعني خلطناها بالخلاط ووخرنا مالتها المي. وعندنا هنا 3 ملاعق اكل زيت او زيت الزيتون. انا ساستعمل الزيت. عندي هسه هذا ماي مغلي، راح اضيف ذن المكونات. هذني فقط. هسه تقولوا لي ليش ضفت القشور مال الليمون، يعني نص ليمونة؟ اريد تعطي نكهة للخضروات ذني، الثوم والقرنابيط. طبعا الثوم ما ابي ريحة، راح تروح ريحته بالفور مالته، من الفورة تروح ريحته وتبقى قليلة كلش. هذا هسه راح اضيفه على النار واخليه 10 دقائق. اول ما يفور نحسب 10 دقائق، وبعدين نطفي النار عليه. هسه مثل ما تشوفون ضفته على النار. عندي هذا الصبغ، هذا طبعا صبغ كنافة حسب رغبتكم. انا راح اخليه شوية لون هذا. قلت لكم اللون حسب رغبتكم، تردون تضيفوه تردون لا. هسه طبعا استوى فار باعوه. راح اخليه 10 دقائق واطفي النار عليه وابزل الخضروات. 10 دقائق فقط، يعني هسه اول ما فار نحسب 10 دقائق. هسه ان شاء الله 10 دقائق وراجع لكم. هسه رجعنا وياكم. هذا اخذ وقت 10 دقائق باعوه. 10 دقائق يفور على النار. هاي هسه طفيت النار. هسه راح ابدي اصفيه. هسه ان شاء الله اول ما اصفيه ارجع لكم. هسه هاي مثل ما تشوفون طلعناه، صفيناه وغسلناه بالمي. غسلناه مي بارد، يعني اول ما صفيناه غسلناه مي بارد باعوه. هسه راح نضيف الجزر. وراح اضيف الخيار. هسه راح اضيف الزيت. وراح اضيف الطماطة. طبعا هاي الطماطة بدون ماء يعني. هسه عندنا فلفل بابريكا. هذا فلفل بابريكا بارد. وعندنا هذا الزعتر بالسمسم، شوفوا. هاي ضفت ملعقتين.
هسه هاي كملناها. عندنا هذا الكاتشب باو. طبعا هذا عندي كاتشب حار. الكاتشب حسب رغبتكم. روعة. وراح اضيف لها بعد اني لان طعمها فد شي صار. هذا الفلفل يعني اذا نريد نقدر نضيف عليها. هذا الفلفل نفس هاي النوعية. هذا فلفل حار، هذا هندي، هذا طاحنه اني، وهذا صاير شكله، بس هذا كلش حار يعني. لا تردوها حارة بعد كلش، نضيف لها فلفل، بس هيك طعمها كلش روعة.